السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هنحضر مع بعض كده سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. شهر كله تفاؤل وحب، شهر الخير والبركة. اللهم امين كده علينا جميعا يا رب. النهارده بقى هنحضر سحورنا، سحور كده ايه سهل ولذيذ. مع بعض هنعمل كده ايه يعني ايه حاجة على قدنا يعني كده. ربنا يبارك يا رب كده، وفضل ونعمة من عند ربنا. بصوا اول حاجة كده ايه انا حضرت بالحاجة الموجودة عندي في البيت يعني. هعمل كده ايه، بصوا هي صينية بطاطس او سميها عجة البطاطس، سميها بطاطس بالخضار، سميها بيض بأي حاجة، بص سميها، هو حلو قوي. هنعمل مع بعض كده صينية مختلفة، يعني حاجة اللي مختلفة النهاردة للسحور برضو بالبيض. بدل ما تسلقي لهم البيض وكده او تقليه، هنعمله بطريقة ايه حلوة. وكمان الطريقة دي كمان تنفع للناس اللي بتعمل دايت او بتحب تاكل الاكل اللي هو صحي مثلا او مفهوش سمنة وزيت كتير. احنا مش هنعملها بسمنة ولا زيت، يعني حاجة بسيطة خالص اللي احنا هنحطها. اول حاجة جبت كمية البيض بتاعتي، عندي 3 بيضات تمام. انت بقى الكميه بتاعتك، انت عايزه تحطي بيضتين ماشي، انا حطيت الاول بيضتين وبعد كده رجعت حطيت واحده كمان تمام. حابه تحطي 3 4 حسب بقى إيه افراد العيله، او حسب اللي هياكل. تمام بألف هنا. طلعت كده عندي فلفل قطعته، فلفلايه طماطمايه. عندي جبنه تركي في التلاجة طلعتها قطعت منها حته. جبت بطاطسايه قشرتها كويس وقطعت وغسلتها وقطعتها مكعبات صغيره ورحت قليها تمام. يبقى كده مكوناتي بيض، ومعايا طماطمايه، ومعايا فلفل، ومعايا بطاطسايه واحده. انا خدت بطاطسايه قشرتها واحده بس، وهتعمليها مكعبات وتقليها. وجبنه تركي كان عندي في التلاجة تمام. ما عنديش جبنه تركي مفيش مشكله، عندك زيتون ماشي حطي تمام. عندك لانشون حطي، عندك بسطرمه حطي، الموجود عندك في التلاجة. انا حبيت اعملها كده بالحاجات الموجوده عندي في التلاجة، اي تغيير يعني، كتغيير للسحور. بدل ما انا كل يوم مثلا بقللهم البيض او بسلقه، لا انا هعملها كده في صينيه حلوه منها. ايه انا قلتها لهم ساعتها، قلت لهم دي بيتزا بيض او بيتزا بالبيض او بيتزا بالخضار. عجبتهم بجد، قطعتها زي البيتزا بالظبط كده، وعجبتهم جدا لدرجه ان هم تاني يوم قالوا لي اعمليها تاني. يعني انا قلت مره وخلاص، لكن تاني يوم قالوا لي اعمليها تاني، يعني عايزينها كل يوم على السحور. تمام. جبت الصينيه بتاعتي مسحتها مسحه سمنه، مسحه بسيطه جدا. يعني بصوا هنعمل صينيه ما فيهاش ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه اهي، بسيطه خالص للناس اللي عايزه تاكل حاجه خفيفه برضو على السحور، ما فيهاش سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. همسح بس مسحه بسيطه خالص للصينيه تمام. جبت بقى كل المكونات دي وحطيتهم مع بعض. حطيت البيض الاول زي ما قلت لك، كميه البيض بتاعتك تحطي بقى 2 3 براحتك، وتحطي معلقه ملح ومعلقه فلفل على البيض، وتروحي مدربه كده ايه البيض، تضربيه كويس قوي مع بعض. وتروحي بقى جايبه المكونات اللي انت لقيتيها عندك في تلاجتك وتحطيها على البيض. حطيت الفلفل وحطيت الطماطم وحطيت الجبنه التركي وحطيت كمان البطاطسايه اللي انا قليها تمام. ويا ريت البطاطسايه ما تنسيش يعني لازم تكون مقليه، لان الصينيه دي مش هتاخد سوا في الفرن تمام. خلاص حطيت كل مكوناتي مع بعض، وجبت الصينيه زي ما قلت لك مسحتها مسحه سمنه صغيره، ورحت حاطه الخليط اللي انا عملته ده، اللي هو البيض بقى بالفلفل والطماطم والبطاطسايه والجبنه التركي. كل الموجودة عندك يعني نعمة ورضا، يعني الموجودة عندك في التلاجة اعمليها وحطيها في الفرن على نار متوسطة. مش هتاخد معاكي بصي 15 دقيقة، او يعني بكتيرك قوي تلت ساعة. احسبي لها كده تلت ساعة وتطلع بألف هنا وشفا تاكليها تمام. حضرت بقى ايه، طلعت كده ايه قطعة جبنة دومتي، ما كانش عندي جبنه قريش، طلعت دومتي عادي الولاد بيحبوها، وقطعت عليها طماطم وقطعت عليها فلفل. الفلفل والطماطم اللي انا مقطعاهم يعني، سبت جزء للصينيه وسبت جزء هعمل بيه ايه الجبنه. بصوا يعني السحور حاجه بسيطه، يعني مش هنتقل كتير في الاكل، لان احنا يعني هنصحى وهننام وكده، ما تبقاش حاجات تقيله كمان بالليل، وكتغيير كمان عشان ما يبقاش كل يوم نفس النظام تمام. انت بقى لو حابه تعمليها بجبنه قريش ماشي، انا حطيت عليها كده الفلفل والطماطم. حابه لو عندك خيار حطي براحتك بقى، دي كل واحد وذوقه بقى في الاكل. في ناس مثلا ما تحبش الفلفل في الاكل، مش مشكله، حسب بقى ما انت بتحبي تمام. وحطيت عليها معلقه شطه صغيره بس تحرشها كده. خلطت كله كده مع بعضه،
وكان عندي جزر برضو طلعته وقشرته، وهقطع برضو كده، هقطعه ايه صغير يعني حلقات كده ياكلوا كده جنب الاكل. مين لسه ما عملش النهارده لايك للفيديو؟ يلا اعملي لايك للفيديو بتاعك وكومنت حلو كده، وما تنسيش في دعوه حلوه كده جميله في الكومنتات. ولو اول مره بتنوريني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتختاري كلمه الكل عشان يوصلك كل اشعار باي فيديو اعمله. كل سنه وانتم طيبين يا رب، كده رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. يعني ايام كلها خير وبركه علينا جميعا، ربنا يحفظنا ويحفظكم. خلاص جهزت الجبنه بتاعتي بالفلفل والطماطم ومعلقه الشطه الصغيره وحاططها في طبق. ادي اول حاجه خلصت، يعني تاني حاجه يعتبر خلصنا منها. الصينيه علقت عليها في الفرن زي ما قلت لكم، مش هتاخد يا دوبك تلت ساعه. وعملت الجبنه وجبت الخيار جبت الجزر هقطعه الموجود عندك. هو السحور مش يعني مش عايز اكل كتير برضو، الموجود عندك. انا الصراحه اللي كان موجود عندي في التلاجة طلعته وقلت اعمله. الصينيه دي برضو خلي بالكم خفيفه وحلوه قوي، كان طعمها جميل جدا وهي طالعه بقى سخنه، وكانت ريحتها حلوه، والجبنه التركي كانت سايحه فيها بقى مخليها بصوا طعمها خطير جدا جدا. عايزه اقول لكم بجد والله طلبوها مني تاني يوم قالوا لي اعمليها، فقلت لهم لا مش كل يوم بقى، قالوا لي لا اعمليها، فعجبتهم بجد. اعمليها كده بالطريقه دي، واي مكونات عندك في التلاجة، اي بواقي لانشون تركي زي زيتون بسطرمه الموجود عندك حطيه في الصينيه مع البيض وبألف هنا وشفا. هنا جبت بقى كمية الفلفل والطماطم اللي باقية، يعني انا قطعت كمية للصينية وللجبنة. وهنا هعمل بقى ايه شوية فول. جبت الطاسة بتاعتي حطيت فيها معلقة سمنة، عايزة تحطي زيت ماشي، لو ما عندكيش براحتك خالص. المادة الدهنية دي بتاعتك انت بقى حسب المتاح عندك في البيت. هنا هحط معلقة سمنة يا دوبك هتسيح، وانزل بالفلفل والطماطم اللي انا كنت سايباهم بقى ايه من الاول. يعني انا قطعت الحاجه مره واحده عشان انا عارفه مثلا هعمل ايه وايه وايه، فانا عشان ما اقطعش كل شويه قطعت كميه الفلفل والطماطم اللي انا محتاجاها. عشان انا عارفه مثلا هعمل فول، هعمل الصينيه، هعمل الجبنه، فقطعت مره واحده وحطيت ايه، هعمل الفول بالطماطم والفلفل. هنزل كده ايه يعني طماطميه وفلفلايه اهو ياخدوا بس تشويحه كده مع السمنه، واروح نازله بالفول. هتاكلي احلى فول بجد. وطبعا الناس اللي ما بتحبش الفلفل مع الفول مفيش مشكله، ممكن تعملي بيه الطماطم بس خالص، برضه هيبقى طعمه حلو قوي جميل. بس انا حبيت زي ما قلت لكم نغير، بدل ما كل يوم بعمل الفول بالطماطم لا حطيت معاه فلفل، بيدي طعم حلو قوي، نكهه جميله جدا كده في الاكل. لما يكون الفلفل مع الطماطم كده مع بعضهم بيدوا يعني ريحه حلوه قوي. جربيها ان شاء الله كده الطريقه دي تعجبكم. او يا دوبك بس هياخدوا كده تشويحه مع بعض كده يتبالوا كده حاجه بسيطه، وانزل عليهم ايه بالفول بتاعي. كده كان خلاص الطماطم والفلفل يا دوبك سبتهم مثلا ايه دقايق، 5 دقايق كده 3 دقايق يا دوبك بس اخدوا تشويحه كده دبلوا شويه، ورحت نازله عليهم بالفول. عشان الفول انا قلت مش هياخد وقت يعني. اهو نزلت بالفول يا دوبك كده بمعلقتين، بص معلقتين ميه بس احرك الفول مع الطماطم بس تحريكه كده بسيطه. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي. يلا قولوا لي بقى بتحبوا تتسحروا بايه، ايه اللي بتحبوا تعملوه في السحور؟ ناس بتحب الفول ولا ناس بتحب البيض؟ بتحبوا تتسحروا ايه بقى؟ هو كله طبعا نعمة من عند ربنا، اللهم دمنها نعمة علينا يا رب كده واحفظها من الزوال يا رب. حطيت بقى التوابل بتاعتي، معلقة ملح ومعلقة كمون، ممكن احط معلقة شطة صغيرة يبقى كده حلو. يعني لو حابين، ما مش عايزين بلاش، يبقى تستكفي بالملح وبالكمون بس كده. وتقلبي تقلبتين كده حلوين قوي، وتسيبيه كده ايه الفول كده ايه ياخد ايه غلوة كده مع الطماطم والفلفل. هتاكلي بجد احلى طبق فول حكاية، بجد حكاية. جربيه كده حكاية بجد حلو قوي. كده خلاص كنت جهزت الطماطم، جهزت طبعا الجبنة بالطماطم والفلفل، قطعنا خلاص الجزر، وكان خلاص كمان الفول اخد دوبك غلوة بس كده. الفول اخد غلوة مع الفلفل والطماطم اهو بصوا حكاية بقى.
ريحته كانت خطيره بجد. كان نفسي بقى تبقوا معانا كده وتشموا الريحه حلوه قوي. جربي يا ترى، سهله جدا ما فيهاش حاجه، حلو ان شاء الله يعجبكم يعني. اهو يا دوبك الفلفل بس اخد غلوه كده تمام، ورحت حطاه في الطبق كده. ايه، جهزنا السحور بتاعنا. الكميه بقى هحطها في طبق، في طبقين، الكميه دي بتاعتك انتي بقى. كده تمام. نشيل بقى. كده جهزت خلاص الفول، وجهزنا الجبنه، وجهزنا الجزر. ناقص بقى، بصوا الصينيه بتاعتنا طلعت حكايه. عايزه اقول لكم بجد كانت طعمها خطير وريحتها حلوه قوي قوي قوي. بصوا يا دوبك لسه بقى مطلعاها في الفرن، من الفرن دلوقتي. حكايه بجد والله، كانت جميله. جربوها بجد بنفس الطريقه. قلت لك باي بواقي عندك في التلاجة اعملي بيها، يعني مع البيض حطي اي حاجه مع البيض. مش هتقولك لا الصينيه دي، يعني الصينيه دي حطي فيها اي حاجه، مش هتقولك لا خالص. وسهله، ما فيهاش سمنه كتير ولا، يا دوبك احنا بس مسحنا مسحه الصينيه بس كده، ما حطيناش فيها زودنا اي حاجه. وطلعت الزبادي. وهنا زي ما قلت لكم انا بحب يعني حاجه بلع بيها طبعا مع السحور. بما ان طبعا وحشتني بجد والله كوبايه الشاي بلبن. فكان بما ان انا عامله كركديه يعني او عناب في التلاجة في ساقع، فطلعت كده عملت كوبايتين. احب اشربه يعني مع السحور وكده، وكمان عشان الضغط عندي كمان يعني بيظبط لي الضغط شويه. ربنا يحفظنا جميعا يا رب كده ويعافينا جميعا، لان عندي مشكله في الضغط يعني. بس الحمد لله على كل حال. ده كان سحورنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. حاجه سهله وبسيطه، جربوا الصينيه دي بجد باي مكونات زي ما قلت لكم عندكم، هتعجبكم ان شاء الله. وقولوا لي رايكم في الكومنتات ايه. وهي الجبنه بالطماطم والفلفل والجزر والفول، يعني فطار كده، سحور كده على قدنا. كل سنة وانتم طيبين. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم النهاردة، وطريقة الصينية عجبتكم حلوة قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب. ما تنسوش طبعا في الدعوة الحلوة واللايك والشير. وطبعا لو مش لسه مشتركتيش في قناتي واول مره بتنوريني فيها، متنسيش الاشتراك من كلمه اشتراك اللي هي تحت الفيديو. اضغطي عليها واختاري كلمه الكل، هتبقي دايما منوراني في قناتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.